السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غيكون فيه حريشات بنكهات مختلفه، كيجيو هشاش بزاف. بقاو معايا حتى الاخير تشوفوا الطريقه والمكونات. ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتدخلوا عندي القناه، وما نساوش كذلك تفعيل الجرس دائما باش كتوصلوا بالجديد. ونبداو على بركه الله بالطريقه لتحضير هاد الحريشات. هنايا كناخذوا السميد، ناخذ السميد الابيض والسميد العادي كما تشوفوا معايا. انا غندير جوج خلطات هنا. ناخذ السميده البيضاء والسميده العاديه الصفراء. هاد العاديه كناخذ 4 ديال الكيسان ديال العنبه وجوج كيسان ديال السميده البيضاء، يعني نص كيلو زائد كاس. كذلك كناخذ واحد كل خلطه ندير فيها نص كاس ديال الزيت وخمره كما تشوفوا معايا. الاناء نفس القياس كما غتشوفوا معايا. بالنسبه للاناء الثاني كما قلت لكم مقياس واحد مع الاناء الاول فحال. هنايا غنجي غنضيف الخمره السميده وغنكه بالنافع وحبه حلاوه، وغنضيف هاد نص كاس ديال الزيت. ممكن اننا نخلطوا زيت المائده مع زيت الزيتون، ونضيف الملح، رشيشه ديال الملح. وبالنسبه بغينا نضيفوا هكا السكر او نديروا العسل، كيبقى يعني نفس طريقه واحده، يعني نفس كيعطيو نتيجه واحده. صافي غندوز للاناء الثاني كما قلت لكم قياس واحد السميده البيضاء والسميده العاديه نص كيلو زائد كاس ديال العنبه. كنضيف لهم خماره والملح وهاد نص كاس ديال الزيت، هادو غنكههم بالزعتر. هذا اللي شفتوا معايا راه درت لهاد الخليط الزعتر والعسل، ولا نضيفوا السكر، يعني ملعقه ديال العسل ولا نضيفوا السكر. هنا يعني النكهه ديالهم مختلفه. هذا بنفع وحبه حلاوه. اما نديرهم هكا مهرمشين ولا نديرهم هكا يعني الحبات ديالهم يكونوا باينين، كيبقى لنا اختيار. صافي كنخلط مزيان هاد العناصر مع هاد السميده حتى كيدخل ليا مزيان الزيت مع السميد، ونفس الشيء مع الاناء الثاني. نخليهم هكا واحد 4 ديال الساعات 2 ساعات، كيبقى على حسب الوقت ديالنا. الا كان ما محتاجينش يعني الا بغيناهم الصباح نبيتهم حتى ليله كامله كما بقى فيهم هاد السميده راه مزيان. بالنسبه للخميره كندير هكا شويه ديال الخميره، يعني ما يعادل كل اناء كندير نص معلقه ديال الخميره الفوريه. ندير هكا تخمر شويه مع شويه الحليب دافي. الاناء الاول كما شفتوني راني حيت شويه ديال السميده، اما الاناء الثاني راه ما غنحيدش، ندير بالبوله. ضفت الحليب كما شفتوا نصف لتر ديال الحليب، وغنخلي العجين يشرب. وندوز للاناء الثاني غنضيف له نصف لتر ديال الماء يكون دافي حتى هو. هنا قبل درت الحليب دافي، دابا هنا غندير الماء يكون غير دافي هكا شويه نصف لتر ديال الماء. ولكن بما انني ما حيدتش ما نقص كما شفتوني ما نقصش سميده، غنضيف شويه ديال الماء لان مازال كيحتاج هكا شويه ديال الماء كما يعادل تقريبا هكا واحد نص كاس او اكثر من نص كاس هكا شي شويه ديال الماء. بقى دائما عيننا ميزاننا مع وهي من الاحسن الحريشات يكون هكا خفاف شي شويه باش كيجيو هشاش. وصافي غندوز للاناء الاول اللي فيه السميده، اللي فيه اللي فيه هاد اللي غنفندها في السميده، اللي غنفند هاد الحريشات في السميده، ولا اللي منكهه بالنفع وحبه حلاوه. غنجي دائما كنفزق يدي في الماء ونجي ونبدا كنكور هكا. نخليو العجين ما قلت لكمش غنخليوه هكا واحد 10 ديال الدقائق
كيشرب لينا، عاد نبداو في الطياب حتى كنسخنوا المقله مزيان مزيان، كنسخنوها يعني ما نخليوهاش بارده. كيبقى الاختيار كاين اللي كيديرها هكا في بارده، انا دائما كنفضل انني نسخن المقله هكا باش العجين ما كيلتصقش معنا. صافي كنفزك يدي كنبدا كنكور العجين، كنفند هاد الحريشات في السميده وكنديرهم في هاد القالب وكنضغط عليهم كنرشهم هكا بالسميده الا شفتهم شويه ناشفين كما كتشوفوا معايا. غنضغط عليهم هكا كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي الحريشات ديالنا. ودائما هاد الحريشات كما شفتوا معايا راه هاد القالب ديال الحرشه الا شفناه بدا كيلصق لينا نديروه في الماء ولا كنغسلوه عاد كنكملوا العمل ديالنا. هاد الحريشات نقلبوهم هما يعني مازال ما كملوا الطياب ديالهم، ماشي نخليهم حتى كينشفوا عاد كنقلبوهم، لا كنقلبوهم هما مازال ما كملوا الطياب ديالهم. ملي كنشوفهم هكا بقاو كينشفوا من الاسفل هكا شي شويه بقاو كيشدوا راسهم كنقلبهم هما مازال ما نشفوا من الوجه ديالهم باش كيجيو لينا محمرين من الوجه ديالهم وكيجيو لون موحد، ما كيجيوش هكا جهه طالعه جهه هابطه ولا جهه محمره وجهه ما محمرش هكاك. كيجيو كاملين الوجه ديالهم محمر. وكنبقى كنقلب فيهم كندورهم كل ملي كندورهم باش كيكونوا باش كيتحمروا ليا كل الجوانب. هنايا كما كتشوفوا معايا غندير 2 مقادير باش كنسربي دغيا. كيجيو محمرين كاملين. هنا ندوز العجين الثاني ولا الحريشات الثانيين. هنايا النص ديالهم غندير لهم الزيتون والنص غنخليهم عادي. ودائما كنفزك يدي في الماء وكنجي كنكور العجين، كنحاولوا دائما نديروا قياس واحد. كنفند هاد العجين في البلبوله اللي كنس. هنا خديت بلبوله متوسطه، وإلا كان عندنا بلبوله صغيره ديال الحرشه كنديروها كيبقى اختيار. هنا الصراحه كيجي واحد المنظر زوين بزاف الا شنا هاد الحرشه يبان لينا كانهم مصايبين العجين ديالهم من البلبوله وهي غير مفندين في البلبوله وكيجيو واحد المنظر رائع وكيجيو زوينين. صافي ملي كنفندهم هكا في البلبوله كنديرهم في المرشم كما كتشوفوا كنضغط عليهم كنبدا كنضغط عليهم هكا باش ما كيجيوني شراط بزاف وكنرشهم هكا بالبلبوله وكنخليهم كيكملوا الطياب ديالهم. ماشي يكملوا الطياب ديالهم عفوا ماشي يكملوا الطياب ديالهم عم نقلبوهم لا. نفس الطريقه ديال الحريشات الاولين يعني كنشوفوهم هكا غير بداو كيقبضوا راسهم كنبدا كنقلب فيهم باش كيجيونا محمرين كل الجوانب من كل الجهات بحال الجهه بحال الوجه بحال الجهه التحتانيه بحال كيجيو محمرين. ودائما بقاو كنقلبوا فيهم وكندوروهم كما كتشوفوا المنظر ديالهم كيجيو رائعين. وبالنسبه للمقله دائما يكون نار متوسطه ميكونش نار مجهده باش ما كيتحرقوا لينا ما كيطيبوا كيجيو معجنين من الداخل هما محروقين. وما كنديروش نار مهيله بزاف. هاد الحريشات الا درنا نار مهيله بزاف راه كيجيو مقرمشين ما كيجيوش هشاش. دائما نار متوسطه. هنا نص الكميه الاولى سلسه يعني درتها عاديه كما شفتوا معايا. النص الثاني الكميه الثانيه غندير لها الزيتون مقطع زيتون اسود مقطع ونخلط هكا هي شي شويه يعني ما نبالغوش في التحرك باش هاد الحريشات ما يتعجنوش ويجونا مدقسين من الداخل. وصافي كنستمر هكا بنفس الطريقه. هنا كما تشوفوا معايا راه دايره مقله الثاني باش كنسربي دغيا. مازال عندي الحريشات ديال اللي قبل هادو كيطيبوا. هنايا غنكمل معكم يعني بنفس الطريقه الاولى. دائما كنفزك يدي في الماء
حتى ديك الماء عنده واحد الدور. اول حاجه ما العجين ما كيلتصقناش باليدين، وثاني حاجه كيحمروا هذوك الحريشات كيجيو محمرين. وكنفند في البلبوله وكندير هاد الحريشات، ممكن ندير عليهم شويه ديال البلبوله باش كيعطيو واحد المنظر زوين. كما قلت لكم كيبان كانهم مصاوبين من البلبوله. وكنقلبهم دائما يكون ما مكملينش الطياب ديالهم. يعني هاد الزيتون كيبقى اختياري، اللي كيبغي الزيتون اللي ما كيبغيش يخلي الحريشات ديال العاديين. صراحه كيعطيوهم واحد المذاق نيت كيهشوهم، حيت الزيتون الزيتون كيكون فيها شويه ديال الليدان. اذا انا دايره في الزيت كيزيد واحد كيزيدو كيهشوا الحريشات. هادو الحريشات ديال البلبوله العاديين كما كتشوفوا الشكل ديالهم النهائي كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الحريشات كاملين. انا كندهنوهم بالفرماج ونديروا معاهم الزيت. انا كنبغيو هكا بالفرماج والزيت، وكل واحد يعني كيقدمهم كيف ما بغاهم هكا غير مع الزيت فقط. هي الحريشات كيجيو غير مع الزيت كيجيو رائعين. اما الاطفال كيبغيو الفرماج، كيبغيو الحلاوه معاهم، الشكلاط ولا شي حاجه، يعني كل واحد والذوق ديالو. هادو ديال الزيتون كما كتشوفوا معايا. انا كنكثروا من الزيتون، كنكثروا انا كنقلو يعني كيبقى دائما المذاقات يعني يبقى حسب الذوق. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. الى وصفه اخرى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.